لو انت بتحب الرسم والفن والتصميم وكمان بتحب بقى تستخدم فوتوشوب والستريتور والحاجات دي، فانت جاي للكليه الصح. ولو بتحب الرسم فانت جاي للكليه اللي هتخليك محترف في الرسم. ولو ما بتحبش ترسم فمعانا اللابتوب بتاعنا كده ونفتح فوتوشوب والستريتور ونعمل شويه ديزاينات ولوجوهات وكمان نعمل اعلانات نرفعها على النت. فلو بتحب الحاجات دي فانت جيت للكليه الصح. والكلام على فنون جميله. الكليه موجوده في 6 جامعات بس في مصر، وهما حلوان والمنصوره واسكندريه واسيوط والمنيا والاقصر. كليه فنون جميله جامعه حلوان هي طبعا جامعه حلوان بس موجوده في الزمالك، حاجه كده ايه ليها علاقه بالفن. كليه فنون جميله بتقبل من علمي ومن ادبي، علم علوم علم رياضه او ادبي، فهي بتقبل من اي شعبه موجوده في ثانويه عامه. وكمان الكليه مده دراستها 5 سنين، وهي بالظبط زي هندسه 5 سنين. سنه اولى دي بتعتبر سنه اعدادي، بتبقى فيها بقى دراسه عامه، بتدرس فيها كل المواد دراسه عامه. وبعد كده بتبدا من سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه لحد ما تتخرج، والسنوات دي بتبقى سنوات تخصص. ثانيه واحده، هو في فنون جميله بس في برضه كلية تقريبا اسمها فنون تطبيقية. في كلية فنون تطبيقية. طب ايه الفرق ما بينهم؟ بص، هو الفرق ما بينهم مش حاجات كبيرة قوي يعني. الاتنين دراسة فيهم 5 سنين، وكمان عشان تدخل الكليتين دول اي كلية منهم فلازم تجيب مجموع الكلية، وبرضه لازم تعدي في اختبار القدرات او تنجح في اختبار القدرات بتاعها. فنون تطبيقية فيها حوالي 14 قسم، ودي بتقبل بس من علم العلوم او علم الرياضة. اما كليه فنون جميله فهي بتقبل من اي شعبه زي ما قلنا من شويه، وفيها 3 اقسام. بالنسبه بقى لكليه فنون تطبيقيه فدي ليها فيديو لوحده، هنتكلم بقى فيها عن ال 14 قسم بتاعها وكل حاجه عنها، هتبقى ليها فيديو لوحده. فاتاكد ان انت عامل سبسكرايب وانفعل زرار الجرس، او ممكن تدخل تشوف الشانل هتلاقي تقريبا الاثنين هينزلوا مع بعض في نفس اليوم، فادخل شوف هتلاقي الكليه موجوده، ولو مش موجوده فهتنزل بعد كام يوم من الفيديو ده. كلية بقى فنون جميلة فيها 3 أقسام رئيسية، والأقسام دي بيبقى فيها أقسام فرعية أو تشعبات فرعية كده منها جوه الأقسام. تعال بس نتكلم الأول عن الأقسام الرئيسية ونتكلم على كل قسم لوحده. الأقسام الرئيسية قسم ديكور وقسم فنون وقسم عمارة. في الطبيعي أول سنة دي بتبقى إعدادي، بتدرس فيها بقى المواد العامة وكل حاجة، وبعد كده لما تدخل سنة أولى بقى بتتخصص في أي قسم أنت عايزه. بس قسم ديكور كسر القاعدة وقال لك لا، أنا عايز السنة دي في التخصص بتاعي. فقسم ديكور بتتخصص فيه من أول سنة في الكلية. وعلشان تتخصص في قسم ديكور ده بيبقى فيه تنسيق داخلي، والتنسيق الداخلي ده بيعتمد على مجموعك في ثانويه عامه. فعشان تدخل قسم ديكور، واللي بالمناسبه بيدخلوا ناس كتير قوي، فعلشان كده في بقى ايه تنسيق داخلي، والتنسيق ده معتمد على درجتك في ثانويه عامه، فلازم تكون جايب درجه حلوه في ثانويه عامه عشان تدخل قسم ديكور. قسم ديكور بقى فيه تفرع كده لقسمين تحتيه، وهم عماره داخليه وديكور مسرح وتلفزيون. تاني حاجه بقى قسم عماره، وقسم عماره ده بيدخلوا طلاب علم الرياضه بس، لانه بالظبط عباره عن قسم عماره اللي موجود في كليه هندسه. وده هو الامل الاخير والوحيد لاي حد كان نفسه يدخل كليه هندسه وما لحقش كليه هندسه في التنسيق. فده بيبقى الامل الاخير ليه انه يدخل او يدرس حاجه ليها علاقه بالهندسه، فبتدخل قسم عماره ده بس بتنسيق اقل في كليه فنون جميله. اما بقى قسم فنون فده بيتفرع تحتيه 3 اقسام: نحت وتصوير وجرافيك. والتصوير دي مش تصوير فوتوغرافي او كاميرات بقى وعدسات وكده، لا، هو بيبقى تصوير عباره عن رسم، بيبقى رسم زيتي بقى بالالوان والحاجات دي. فبتعتبر عينك انت بقى الايد الكاميرا اللي بتصور بيها، بتشوف المشهد وبترسمه زي اكنها بتطلع صوره بالظبط زي اكنها طالعه من الكاميرا، بس الفرق ان انت بترسمها بايدك. اما بقى قسم جرافيك فهو عباره بقى عن التصميمات اللي بنلاقيها على السوشيال ميديا، واللوجوهات وتصميمات السوشيال ميديا والاعلانات والموشن جرافيك والحركات والتحريك والحاجات دي كلها من قسم جرافيك. وده بقى سوق العمل كله. وتالت حاجة موجود في قسم فنون هو قسم نحت، وده بيبقى عبارة عن نحت بارز أو نحت ميداني أو تشكيل فراغي. وزي ما قلنا من شوية أي حد ممكن يدخل الكلية دي وهو من علم رياضة فهو يقدر يدخل أي قسم موجود في الكلية. أما طلاب علم علوم فيقدروا يخشوا أي قسم ما عدا قسم عمارة، وطلاب الأدبي يقدروا يخشوا قسم فنون اللي هو بيبقى فيه تصوير ونحت وجرافيك. طيب عرفنا الأقسام، تعالى بقى نتكلم عن الأقسام كده تفصيليا ونعرف احنا هندرس فيها ايه ونطلع نشتغل ايه والحاجات دي كلها. فتعالى نمسك اول حاجه قسم ديكور. القسم ده بقى بتدرس فيه ديكور عماره داخليه، وبتدرس فيه كمان ديكور مسرح وتلفزيون وسينما. وفي القسم ده مشروع التخرج بيبقى عباره عن انك بتقدم تصميم لاي منشاه من الناحيه المعماريه، تصمم تصميم كده، حاجات تصميم ليها كلها علاقه بشغلك يعني. فده بيبقى عباره عن مشروع التخرج اللي انت هتقدمه. تاني حاجه قسم عماره، والقسم ده للناس اللي طالعه من علم رياضه وما لحقوش هندسه زي ما قلنا. وده بتدرس فيه ايه بقى؟ والقسم ده بتدرس فيه جانبين، بتدرس فيه الجانب الهندسي وبتدرس فيه الجانب الفني زي الديكور مثلا. التصوير بيبقى عبارة عن تصوير زيتي او تصوير جداري، والجرافيك بقى اللي فيه الشغل كله والسوق العمل كله وان تقدر تطلع منه تشتغل حاجات كتير قوي. وده بيبقى بتدرس فيه بقى او بتعمل فيه تصميمات بقى مطبوعة او تصميمات رسوم متحركة او رسوم illustration اللي هي بتاعت بقى
ادوبي الستريتور وفوتوشوب والحاجات دي كلها. وكمان بتتعلم بقى فنون الكتابه والحاجات دي، الكتابه برضو التيبوغرافيه اللي بتبقى موجوده على التصميمات واللوجوهات والديزاينات والحاجات دي. الطلاب اللي في قسم نحت بقى دول بيصمموا حاجات كتير قوي، بيعملوا حاجات كتير قوي منها تصميمات وحاجات لمنتجات والعاب والحاجات دي. فبيطلعوا يشتغلوا في المصانع لانهم يقدروا يصنعوا منتجات احسن من اي طالب تاني متخرج من كلية تانية. فبيطلعوا تلقائيا كده او بيبقوا مؤهلين انهم يطلعوا يشتغلوا في المصانع والشركات عشان بيعرفوا يصمموا ويعملوا حاجات منها بقى ايه، منتجات والعاب وحاجات للاطفال والحاجات دي كلها. ففي حاجات كتير قوي تقدر تعملها عن طريق قسم نحت ده. تعال نتكلم بقى عن بعض المواد اللي انت هتدرسها في الكلية. تدرس مادة التصميمات وتاريخ الفن وأسس تصميم، تدرس فن تشكيلي ومادة رسم، تدرس تشريح عشان تعرف ترسم الجسم كويس وتشرحه كده، تدرس فيزياء ونحت وكيمياء صناعية، تدرس مادة اسمها تذوق فني ورسم هندسي، تدرس مادة منظور هندسي ومادة مواد البناء ونظريات عمارة، وبتدرس مادة النقد وعلم الجمال، وكتير بقى من المواد التانية اللي موجودة في كل قسم من أقسام الكلية دي. ممكن بقى طالب كلية فنون جميلة يطلع يشتغل إيه؟ ممكن يشتغل كفريلانسر طبعا، كمصمم تصميم بقى لوجوهات، ديزاينات، يعمل إعلانات ودعاية، يطلع يشتغل في مجال التلفزيون أو السينما، إنه يعمل ديكورات بقى للأفلام والمسارح والحاجات دي كلها. طبعا تقدر تشتغل بقى في الأنيميشن والتحريك والرسومات اللي هو بقى عليها علاقة بالحاجات الجديده اللي موجوده دلوقتي زي الانيميشن، وده كمان بقى مطلوب جدا، موجود على النت، تقدر تشتغل اصلا من البيت اونلاين او تقدر تنزل تشتغل بقى في شركات والحاجات دي. وطبعا يقدر يطلع يشتغل في مصانع، وكل الحاجات دي الموجوده دي، كل اللي احنا قلناه ده يطلع منه شغلانات كتيره قوي ما تقدرش تعدها. وكمان ممكن تشتغل في مجال التدريس، لانك دلوقتي معاك مهاره، بعد ما تتخرج بقى معاك مهاره. المهاره دي بتبقى كافيه ان انت تدرسها تاني لحد، تعمل مثلا كورسات، او تعمل كورسات وتصورها وتبيعها اونلاين مثلا على النت، او كورس اونلاين. عشان تدخل الكليه بقى لازم تجيب مجموع الكليه، وكمان تعدي اختبار القدرات. واختبار القدرات ده بتقدم عليه عن طريق موقع التنسيق الالكتروني، وده بيبقى موجود او بيفتح في الغالب بعد امتحان ثانويه عامه ب3 ايام، تستريح لك كده كام يوم، يومين 3 كده، بعدين بيبدا بعديها ب3 ايام، وتقدر تقدم ساعتها على اي اختبار قدرات موجود لاي كليه. والتقديم على اختبار القدرات ده سهل، ما تقلقش يعني من الموضوع ده. بس في حاجه مهمه، وهي ان اختبار القدرات والنتيجه بتاعته بتظهر قبل اصلا نتيجه ثانويه عامه ما تظهر. يعني الاختبارات والحاجات دي لازم تروح تعملها قبل ما النتيجه تظهر، مش شرط تستنى ما النتيجه تظهر. وللاسف لو استنيت لحد ما النتيجه تظهر وكان الاختبارات دي قفلت، فمش هتعرف تدخل الكليه. فتنويه تاني هو، ما تستناش نتيجه ثانويه عامه تطلع، روح اعمل اختبار القدرات، علشان لو عايز تدخل الكليه او تضمن انك تدخل الكليه، سيبك بقى من المجموع او الثانويه عامه وكل ده، فسيبها على ربنا وروح اعمل القدرات، وان شاء الله تنجح فيها وكده. وبعدين النتيجه لما تطلع ان شاء الله برضو تقدر تخش الكليه دي وتجيب مجموعها واعلى كمان. فروح اعمل الاختبار وسيبك من الثانويه عامه دلوقتي وخلاص. اهم حاجه انك تروح تهتم باختبار القدرات، والقدرات ده بياخدوا له كورسات، وهنتكلم عنه فيديو ان شاء الله بعد الفيديو ده. تنسيق فنون جميله هيظهر لك دلوقتي بقى على الشاشه، التنسيق بتاع السنه اللي فاتت، وتنسيق لكل كليات فنون جميله موجوده في مصر. فشوف التنسيق دلوقتي وتعالى. التنسيق بتاع السنة اللي فاتت ده يا إما هيزيد شوية يا إما هيقل شوية، مش هيبقى ثابت يعني زي ما هو. فاحتمال يقل واحتمال يزيد على حسب بقى مجموعكم أو الدرجات بتاعتكم في ثانوية عامة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لأي حد مهتم بالكلية، وعشان يجيلك كل الحلقات اللي جاية بقى، كل الكليات والحاجات دي كلها هتلاقيها موجودة على الشانل هنا. فاعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان تشوف بقية الكليات. وبس، أنا محمد عبده، ودي كانت كل حاجة عن الكلية. سلام.